السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. العودة بعد غياب، يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، انا واثقة في ربنا انه ما بيجيبش حاجة وحشة ابدا ابدا. الحمد لله. زعلت وكل حاجة، بس ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة. الحمد لله. العجل ده تعب مني جامد ولسه ما خفش لحد دلوقتي، حتى خس حالته بقت وحشه، بيكح لسه. الحمد لله رب العالمين، ده كويس الحمد لله. بس الحمد لله، فانا عشان اظهر لكم لازم اظهر لكم، اديكم طاقه ايجابيه. ما ينفعش اظهر لكم يعني وانا زعلانه، وما عنديش طاقه، يعني مش هقدر اديكم الطاقه الايجابيه. فالحمد لله رب العالمين، مش هنقف، مش هيأس ولا يئستش، يعني الحمد لله. زعلت طبعا، ده طبيعي. الحاجة الوحيدة اللي البني آدم ما بيقدرش يحوشها عنه ولا يبعدها عنه هي الزعل. فأنا الحمد لله زعلت جامد يعني عليه، وأنا من الناس اللي بتزعل على حاجتها جامد يعني انا الناس اللي بزعل من على حاجتي جامد، يعني الحمد لله، لان انا حاجتي ما بتجيليش بالساهل، انا بتعب فيها وبشقى عشان اعملها. فالحمد لله رب العالمين. فاول ما لقيت عنده طاقه رجعت اصور لكم تاني. فالحمد لله مكملين، مش هنيأس ابدا ابدا. ده كلامي من اول فيديوهاتي، ما ينفعش نيأس. ماشي، كل واحد بيقع ويقوم، لكن يأس لا. زعل ماشي، ده حاجة لا يمكن البني آدم يقدر يبعدها عنه خالص أبدا. أنا زعلت لكن ما يئستش. أمل في ربنا كبير إن ربنا يشفيه، كمل شفاء على خير يا رب، ويبارك لي فيهم يا رب. بس الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ربنا رايد ان هو ربنا يشفيه الحمد لله، وده شكر من ربنا يعني، وحاجات كتير وخير من ربنا. يعني لو ربنا شفاه ده خير من عنده، والحمد لله. يعني ربنا ما أردش برضو، الحمد لله. هو كويس وبياكل، بس هو بيكح جامد، مش راضي يبطل الكحة، يخف شوية ويرجع يتعب شوية. وهو يعني جبت له الدكتور كذا مره يعني ويديله علاج. هو عنده التهاب رئوي، هو سخونيه وكحه. بس الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ده اللي انا قلت لكم انا خايفه منه. الحمد لله ربنا يبارك فيه يا رب، بقى كويس يعني، بياكل يعني وكبر، والحمد لله رب العالمين كويس. وده اللي قلت لكم ده كويس يعني. فربنا يعني الواحد ما يعلمش لنفسه الخير فين. يعني انا كنت شايفه ده احسن من ده، انا كنت شايفه الاسود ده احسن من ده الاحمر. فالحمد لله رب العالمين. هو بياكل، ما قطعش الاكل خالص، بياكل وبيتحرك بيشرب وكل حاجه. بس هو الكحه زي ما انتم شايفين كده، وبيسخن اوقات، بيسخن يعني. الحمد لله. فهنكمل مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، انا طلعت ما عملتش حاجه، حطيت لهم دريس بس. المكان مدحوس كده زي ما انتم شايفين، بسبب ان انا سايبه ده مطلوق بقاله شهر، ما بربطهوش، سايباه يروح ويجي، وبحط له اكل هنا في الطشت على الواطي عشان يروح ياكل براحته، عشان البروب يكون المخول عالي عليه، ما عرفش يحط بقه جوه يكح كده. فانا حاطه له هناك كده في الطشت. المكان مدحوس بسبب كده. روتين مع بعض دلوقتي، هنكنس وهننضف وطاقه ايجابيه، وان شاء الله خير. ربنا ما بيجيبش غير الخير، والحمد لله رب العالمين. هنكنس مع بعض كده وهننضف وهنخلي لهم المكان زي الفل. اللي انا حاطه لهم ده دريس، وفي دروه خضره جت هحطها لهم دلوقتي. هنكنس وننضف مع بعض.
التاني جوه في الاوضه عشان هو هناك كده عشان الغبار ما يكحش زياده يعني. انا هكمل ان شاء الله بيكم وبدعمكم ليا ان شاء الله، يعني دعمكم ليا واشتراككم في القناه هيفرق معايا جدا طبعا. بس مسافه ما بمشي المنشه عشان في نظافه باستمرار، مسافه ما بمشي المنشه خلاص على المكان بيبقى زي الفل. بصوا مسافه ما كنست بس ومشيت المشة المكان بقى زي الفل. هو بيتدحس بس عشان انا ايه سايبه العجل التاني مطلوق في المكان فبيدحس الدنيا يعني، سايباه سايب يعني مش رابطاه ولا اي حاجه. هنعبي اللي كنسناه ده نطلعه فوق ونحط حبه ناشفين. دعمكم طبعا هيفرق معايا جدا. يا ريت اللي مش مشترك في القناه ويشوف الفيديو يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. هو بيقف هنا برضو عشان ياكل على المخول هنا، بيلوص هنا برضو، مش عشان سايباه برضو بيعمل حمام هنا وفي اي حته، لا هو بيقف هنا يعني وقفته كلها في نفس مكانه اللي هو متعود عليه. انا مدخلته جوه الاوضه عشان اما اكنس ما يكحش من الترابه وكده. بعد ما بخلص كنس وتنظيف بسيبه يطلع ويدخل تاني براحته. كنسنا خلاص وحطيت لهم ناشف زي ما عودتكم بالظبط. الموضوع ما بياخدش وقت زي ما انتم شايفين كده، مكان زي الفل والله. متابعاهم وحاطه لهم ميه نظيفه باستمرار والمكان نظيف، واكلهم يعني بحاول على قد ما اقدر اي حاجه وحشه ما بحط لهمش غير كل حاجه نظيفه ومراعياهم يعني، فالحمد لله. فاللي يعرف حاجه كويسه اديها للعجل ده يخف يقول لي، لان بجد تعبت منه ومزعلني جامد يعني، خس جامد جدا والكحه مش راضيه تروح. الحمد لله رب العالمين. انا نضفت كده وهحط لهم ايه، هحط لهم الدروه بقى. انا الصبح حطيت لهم دريس من شويه يعني، حطيت لهم دريس كلو وشربتهم واحط لهم الدروه دلوقتي. ومشغله لهم مروحه والله يعني الجو حلو ومش حر، في مروحه هنا اهي شغاله يعني الجو بتاعهم حلو وبعيده يعني مش عليهم مباشر. بشغلها لهم طول النهار واطفيها بالليل. هو بياكل اكلته ضعيفه بس خس، وجبت له فول صويا عشان بروتينه عالي، ربنا يقدم اللي فيه الخير. الحمد لله رب العالمين. فاللي يعرف علاج كويس للالتهاب الرئوي يقول لي. هو بياكل حلو يعني، انا اكلته ماشي قليله مش زي التاني بس مش مضايقاني يعني، حلوه اكلته حلوه يعني. بحط لهم كده واسيبهم ساعه كمان. بعد الدريس والدروه الخضراء دي بسيبهم ساعه كمان واروح احط لهم تبن بحط لهم تبن وعلف. شكرا اي حد سأل عليا واي حد دعمني نفسيا، يعني الدعم النفسيا ده مهم جدا يعني، مش عارفه اقول لكم ايه. شكرا بجد اي حد سأل عليا او قال لي صوري او شجعني، شكرا بجد، لان الدعم النفسي اهم بكتير من الدعم المادي. وانا الحمد لله مش محتاجه دعم مادي، انا محتاجه دعمكم نفسيا بس. تشتركوا في القناه وتشجعوني، واللي يشوف فيديوهاتي ويدي لايك للفيديو ويشجعني بس.
شكرا جدا والسلام عليكم.